طبعا كلكم عارفين ان من اول 1/7 في مصر اتفرضت ضريبة القيمة المضافة على اغلبية المعاملات او المدفوعات الالكترونية. يعني من اول 1/7 اعلن الفيسبوك بكل خدماته سواء اعلانات ممولة او الماركت بليس، والجوجل برضو بكل خدماته، وكمان اللينكد ان والابل والسناب شات والزوم. بمعنى ان انت لو جيت عملت مثلا اعلان ممول على الفيسبوك وجاي مثلا تحط مبلغ معين هيتخصم منك ضريبة قيمة مضافة، واللي هي 14%، يا اما تحط التي ار ان اللي هو رقم المعرف الضريبي بتاعك، يعني تروح تسجل في الضرائب المصرية وبالتالي كده انت هتحط الرقم ده، وبالتالي كده الضرائب هي اللي هتخصم منك المبلغ ده. لكن الفيس او اي منصة انت بتعمل عليها اعلان مش هتخصم. اما لو مش عايز تسجل في مصلحة الضرائب خلاص مش هتحط الرقم ده، والفيس او الجوجل او ايا كان مسؤول ان هو يخصمه منك ويورده لمصلحة الضرائب. لكن في سؤال مهم جدا في ناس كتير سألوني، والاول مرة هتلاقوه في فيديو على اليوتيوب، هي ضريبة القيمة المضافة دي بتتخصم قبل تدبير العملة ولا بعد تدبير العملة؟ فعملت تجربة بسيطة كده، وزي ما وعدتكم ان انا كنت هعمل لكم فيديو تجربة بقى موضوع الضرايب وبتتخصم ازاي، وللأسف وصلت للحسبة. لو رايح تعمل اعلان ممول على الفيسبوك وبالتالي كده موضوع الضريبة سي انت عامل اعلان ب 100 جنيه فبيتحسب عليك ضريبة 14%، وبالتالي المبلغ المستحق انه يتخصم منك 114، وبالتالي اما يجي يتخصم من الفيزا هيتخصم ب 114 زود عليهم 10% هيبقى 125 جنيه و40 قرش، وبالتالي كده العمولة بقت حوالي 25.4 مش 24%، لان ده بيتخصم بعد ده. وقيس بقى الموضوع ده على اي حاجة، يعني لو جاي تعمل اعلانات ممولة على الجوجل المفروض انت جاي تعمل اعلان بيحسب لك الاعلان ده بعد الضريبة والمبلغ كله بيتخصم من الفيزا بتاعتك، وبالتالي كده زي ما قلت لكم هيتخصم بعد موضوع العمولة. تعالوا بينا نشوف تجربة عملية كده وتأكيدا على كلامي على صفحة الفيسبوك اعلانات ممولة. انا اهو زي ما انتم شايفين عامل اعلان والضريبة اهو مكتوبة قدامكم، وبالتالي كده بعد الضريبة هيبقى المبلغ ده، والمبلغ ده لسه حرفيا ما اتخصمش مني. اما بوصل لحد معين بيتخصم مني، هيتخصم مني ضريبة تدبير العملة على المبلغ ده كله، مش على المبلغ اللي فوق لوحده ده لوحده، وبالتالي كده المبلغ اللي هيتخصم هيبقى اكتر من ال 24%. اتمنى النقطة دي تكون وصلت لكم لان ما حدش شرحها على اليوتيوب، عشان كده ركز كويس قوي انت هتدفع كام. لو انت بتسوق لخدمات فيسبوك وبتعمل اعلانات لناس تانية لازم تبقى فاهم هتحسب على العميل قد ايه، ولو انت رايح تعمل ميزانية اعلان لازم تبقى فاهم انت ميزانيتك قد ايه، لان الموضوع هي ارقام مركبة مش ارقام زائد بعض. اتمنى ان انتوا تكونوا كده فهمتوني. لو في اي حد عنده اي سؤال يتفضل يكتبه في الكومنتات. شكرا جدا يا جماعة لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.